ونرجو له من الله الوفاق والتوفيق إن شاء الله. Biz bütün safların Kudüs üzerinden netleşeceğini düşünüyoruz. Saflar Kudüs üzerinden netleşecek. İslam ümmetinin içerisinde şu anda bulunan bazı geçici ayrılıkları biz ebedi ayrılıklar olarak görmüyoruz. Asıl safların ayrışacağı olsa Kudüs meselesi olacak. Kudüs'ten yana olanlar ve Kudüs'e karşı olanlar. القدس هي ستتوحد الصفوف في قضية القدس، والقدس هو الذي يوحد المسلمين ويجمع كلمتهم. الذي يدعم القدس هو على نهج سوي مستقيم، والذي يخالف الدعم للقدس وللحركة الإسلامية هو سيسقط. هكذا يقول هي القدس توحد المسلمين وستذهب هذه الفرق نعم توحد المسلمين وتجمعهم على كلمة الحق. دخل فاتحا المسجد الأقصى. إذا نظرنا إلى نسب سيدنا عمر كان نسبه عربي، ولكن عندما دخل المسجد الأقصى طلب من أحد الصحابة أن يرفع الأذان. أول من رفع الأذان في المسجد الأقصى، أول أذان يرفع في المسجد الأقصى الذي رفعه بلال بن رباح. لم يكن نسب سيدنا بلال عربي. من الذي رفع سيدنا بلال إلى هذه المرتبة العالية؟ وكان أول من رفع الأذان في المسجد الأقصى هو إيش؟ عبودية لله، لأنه جاء عبدا لله، جاء ليدخل المسجد كما طلب القرآن منا أن تكون غايتنا أن ندخل المسجد الأقصى في وحدة المسلمين. كل الشروط تحققت، فنصر الله تعالى كان أمامهم ينتظرهم في المسجد الأقصى. وأضيف جملة أخيرة: من أين كان جيش سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ سيدنا عمر كما قلت كان نسبه عربي. سيدنا بلال بن رباح الذي أذن كان حبشي. وإلى جانب سيدنا عمر من كان سلمان الفارسي رضي الله عنه. نسبه ما كان عربي، ولكن هذا الفارسي، هذا الحبشي، هذا العربي، ما الذي جمعهم؟ عبادا أولي بأس شديد. هذه الكلمة التي جمعتهم، عبادا لنا، هذا المطلوب، أولي بأس شديد، عباد ووحدة وهدف ليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu Fatih olarak Kudüs'e girdikten sonra bir sahabeden azan okumasını istedi. Hazreti Ömer Kureyşli, bir Mekkeli, bir Arap'tı. Lakin Kudüs'te azanı okuyan kişi, ilk azanı okuyan kişi Arap değildi. Hazreti Bilal bin Rabah, bir Habeşistanlıydı. Hazreti Ömer'in yanında da başka bir sahaba vardı. O da Arap değildi. O da Farslı, Selmani Farisiydi. Ömer ve Selman'ı ve Bilal'i bir araya getiren kimdi? Allah'a kulluktu. Allah'a kulluk şemsiyesi altında Ömer, Bilal ve Selman o şemsiye altında birleştiler ve Kudüs'ü fethettiler. Onları birleştiren ubudiyet. Süleyman gidiyor mu?